السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة انا هعمل بصارة. معايا نص كيلو فول مدشوش، ومعايا بصلة، ومعايا الخضرة، ومعايا انا بحب احط عليها طماطمايه، ومعايا فصين توم. هنحط التوم، نحط البصلة، واحط الطماطمايه، ونحط المية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنروح نولع عليها. لما تدخل في السوا شويه احط الخضره، مش هحط الخضره دلوقتي. بعد ما هتدخل في السوا، الفول هيستوي، احط الخضره اللي انا مقطعاها واسيبها تكمل سواها. بعد ما البصاره تكمل سواها انا بقلي البتنجان جنبها. وبعد ما استوت معانا البصاره هنضربها بالهاند بلندر او في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ضربناها بقت معانا ناعمه كلها، هنرجع تاني نحطها على البوتاجاز. بعد ما حطينا البصاره على البوتاجاز، انا معايا طاسه وفيها معلقه سمنه، حطها على البوتاجاز، وحبه زيت عشان احمر البصل اللي انا هحطها على وش من فوق. نسيب السمنه. بعد ما السمنه ساحت معانا هنحط البصل اللي انا هحمر. بعد حطينا البصاره احط لها ملح، احط لها الملح، بحط لها حبه كمون، حبه فلفل اسود، بحط حبه كزبره ناشفين. بس هو ده اللي انا بحطها على البصاره. وهنقلبها هتغلي بس معانا غلوتين. هي كده استوت وضربناها كلها، هتغلي غلوتين بس وهنطفي عليها ونحطها في الفرن. وهنحط حبه شطه، البصله معانا ابتدت تحمر، هنحط لها فصين توم نحمرهم مع بعض. نقلبها عشان طبعا الثوم لو حطيناه الاول مع البصله كان هيحمر معانا على طول ويتحرق، واحنا عايزينها تحمر من غير ما تتحرق. احنا حطينا البصل تحمر شويه. اخر حاجه معانا بعد ما البصله احمرت انا احط شويه كزبره ناشفين. نقلبها كويس. بعد ما حمرنا البصله هناخد حبه نحطها مع البصاره وهي بتغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل حبه السمنه دول وهنسيب الباقي نحطها على وش الاطباق. كده البصاره خلاص انا طفيت عليها. هو القوام بتاعها كده. لما بتسيبها شويه طبعا بتجمد معانا. هنغرفها في الاطباق كده. بعد ما طفينا على البصاره هحطها في الاطباق. هي لسه
فتتقل معانا شويه لما تبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. كده شكل البصاره بعد ما خلصنا. نحط البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكل الاكل بعد ما خلصنا البصاره. في ناس بتحط عليها ملوخيه، انا مبحبش احط عليها ملوخيه. جربوها بطريقتي هتعجبكم، طعمها حلو جدا. وخليت البتنجان جنبيها وقليت فلفل وجرجير وبصل والعيش. وده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.